إسبانيا تصدم أعداء المغرب بهذا الخبر بخصوص قضية الصحراء. أكدت إسبانيا أنها لم تغير موقفها من قضية الصحراء المغربية، مشددة على استعدادها الكامل لمواصلة جهودها من أجل الإسهام في تطوير العلاقة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. جاء ذلك في تصريح صحفي للناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الإسبانية أنا رودريغيز، نقلا عن السفير الإسباني بالمغرب ريكاردو هوشليتنر. وقد سلط تصريح الناطقة الرسمية الضوء على أهمية العلاقات الإسبانية المغربية، وذلك في أعقاب ما تداولته بعض وسائل الإعلام من معلومات بخصوص موقف مدريد إزاء قضية الصحراء. وأوضح السفير الإسباني بالرباط أن المتحدثة أكدت بخصوص قضية الصحراء أن إسبانيا تراهن على حل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف في إطار القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وصرح الدبلوماسي الإسباني أن أنا رودريغيز أرادت التأكيد باسم الحكومة الإسبانية على عزم إسبانيا الراسخ مواصلة علاقتها المتميزة مع المملكة المغربية والحفاظ عليها وتطويرها. وأكد ديز هوشليتنر الاستعداد الكامل للحكومة الإسبانية لمواصلة كافة جهودها من أجل المساهمة في تطوير العلاقة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأضاف ذات المصدر أن الحكومة الإسبانية تدعم المحادثات التقنية الجارية بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي والمغرب من أجل اعتماد طريقة فضلى لتطبيق قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 21 دجنبر 2016. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لكم.